يعني دي سنة الحياة، في سواء في بالظبط. مؤسسة او احنا دايما في ملعب كورة. يعني انت احنا اعتزلت في دايما وقت من نقول احنا الاوقات، دايما نقول ايه. لو كان الامر مثلا بايدك او بايد يمكن يعني محبيك وعشاقك في الوقت ده يقولوا لا يفضل ابراهيم يوسف في الملاعب، يبقى معنى كده هيفضل طابور تاني بالظبط. قاعد على الخط، مش مش كل هيقدر واحد ينزل ولا يجي ياخد وقت فرصته. ويعتزل. برافو عليك يا استاذ مجدي. احنا بنقول لبعض كده كلنا هنبقى ضباط سابقين زي اي حاجه في الدنيا، اللي كنا هو كل بنتحاسب واحد على الدور. يعرف امتى يقعد وامتى هيمشي يعني. خليني فنمشي اقول بقى لك ايه. خليني اقول لك كده، عندي طلبات بقى كتير انهم يرجعوك للكوره، لانه الناس مش مقتنعه بيك في حكايه الشرطه دي، وهم يعني هم مش يقول لك احنا الراجل ده عرفناه بتاع كوره، وارجع كلمه في الكوره. فخلينا نرجع نتكلم معاك في الكوره لا شويه، اللي يلا هي يلا اللي هي يلا. شكلها مش هترجع ولا ايه، مش عارف. لا لا، هو شكلها هترجع بس طب ما هو انت هتاخد. شرطه، ما هو انتوا بتوع الشرطه مش عايزين ترجعوا هقول الكوره. لحضرتك يمكن اول مره هقولها لجول اف ام الجميل مع مجدي كامل. بص يا استاذ مجدي، في مخطط حاليا لغايه الدوله ما تستقر ان شاء الله، ان في اي تجمع، وخصوصا التجمعات اللي عليها سبوت لايت زي ماتشات الكوره بالذات، يعني اهلي زمالك منتخب مصر، ان نحول هذا التجمع الى بركه دماء. ولذلك انا احترمت قوي اداره الناديين في الاهلي والزمالك لما فهموا ده عن طريق المسؤولين عندنا في الداخليه، في ان الفتره دي محتاجه جمهور، حفاظا على استقرار مصر وحفاظا على دماء ابناء مصر. بس احس ده في نوع من انواع الهروب من المسؤوليه. لا 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 لانه خالص. لانه لو هي القضيه قضيه تجمعات يا كابتن ابراهيم، طب ما هو هقول لك التجمع هيبقى موجود في مظاهره، التجمع موجود في مظاهره عماليه، طبعا التجمع هقول موجود في لحضرتك. مصنع، التجمع موجود في سينما، التجمع، ما هو لو المبدأ العام ان التجمعات. هقول لحضرتك يا استاذ مجدي، انا ايران كتير جدا في الدول المجاوره لينا المشابهه لينا. تونس لغايه دلوقتي بتلعب من غير جمهور. ليبيا نفس القصه. وليبيا هناك فكره في انشقاق بعض الاقاليم عن الجمهوريه العربيه الليبيه. اليمن نفس القصه، مفيش رياضه ولا حاجه خالص. يعني اذا انت تتوقع ان سوريا. الدوري لما يرجع، لو رجع هيرجع بدون جمهور الدوري الجديد؟ انا توقعي ده لازم تلعب من غير جمهور. الدوري الجديد السنه الجايه والجديد كمان. والجديد كمان. لان الموضوع، عارف يا استاذ مجدي، جدا خطير. يعني مش والله ما هروب، لا على الاطلاق. على فكره احنا كرياضيين بنفتقد الى الجماهير، ولكن في جماهير طبعا هتتظلم. حضرتك شفت كلنا مذبحه بورسعيد عامله ازاي، مع احترامي يعني. يعني حتى لو كان في امن قوي ما كانش هيمنع، لان انا بعتبر ده مخطط ومدبر. يعني سيبك من قصه، انا من وجهه نظري بقول ده مخطط ومدبر، لان عمر بورسعيد وجمهور بورسعيد ما كان كده. اخره يكسر لك ازاز العرض، شويه طوب على كراسي وكلنا عشنا القصه دي. طبعا مش في بورسعيد بس، في اي حته. ولكن يمكن الموضوع ده تحديدا يا كابتن ابراهيم، انا عندي مسجات على فيسبوك بتقول انه الشرطه هي اللي ساهمت في اللي حصل في بورسعيد. ينفع انا اساهم في ابني؟ انا هقول لحضرتك على حاجه حصلت. ما هو ولاد ضباط الشرطه ما هو موجودين في الملعب. ما هو ده فرض عادي من الشعب المصري، من نسيج المجتمع. يعني او ابن امين الشرطه او ابن ما هو لا، ما ينفع ما توصلش. هو ايه اللي بيننا وبين الشعب؟ وايه اللي بيننا وبين الجماهير اساسا على الاطلاق خالص؟ يعني الموضوع ما يتاخدش كده، لا طبعا. ولا حتى الفكره يا استاذ عثمان. يعني انا الفكره غير وارده. ما انا بقول لحضرتك، انا بنزل خدمات وبشوف لا ولادنا. يعني انا شفت ولاد اعضاء مجلس اداره النادي عندنا بمجرد ما ماتش الاسماعيلي ولعوا شويه ورق ويفط. حضرتك شفت طبعا مع الساده طبعا المشاهدين كلهم. مش قادر احكيك وشهم كان عامل ازاي. ولاد ضباط وولاد اعضاء مجلس اداره، وكلهم جريوا على اولادهم وتليفونات ويطمنوا عليهم. لا ما هو الابن حتى لو اساء لابوه، ما انت اب برضه، مش هينفع ان انا اذبحك. صحيح. ولا ينفع ان انا اقطع رقبتك. كلنا عندنا اولاد وكلنا حسينا بالقصه. معلش، هي فتره من الفترات في سن معينه بقول لحضرتك بيبقى في ايه، فور. عارف انت، يقول لك الواد ده فاير. فاير يعني عارف ايه؟ يعني عارف حماس الشباب وثوره الشباب. احنا والتمرد على كل القيود، وده طبيعي جدا. بالظبط. احنا عشنا الفتره دي برضو بشكل مختلف يعني. بالظبط. بس احنا لازم نمتص. يعني ما هو القصه، انت كل يوم بتنضج
وكل يوم، لكن طبعا ما توصلش لدرجه، لا في تقاعس انا معاك، لكن ما فيش تعمد ابدا يا عثمان خالص.